كولر، رحيل كولر خلاص رسميا. اعلن النادي الاهلي بالامس، او مجلس اداره النادي الاهلي اعلن بالامس رحيل مارسيل كولر عقب الهزيمه، او مش عايزين نقول الخروج المهين جدا الحقيقه من امام سان داونز في بعد انتهاء المباراه بنتيجه 1-1. وسان داونز يعني ساعد باحقيه الهدف بهدفين، يعني بافضليه الهدف بهدفين. وانا بشوف ان اول مره اشوف الاهلي بالمستوى ده يا جماعه، يعني حاجه غريبه قوي. يعني كلنا زعلنا بصراحه على الاداء السيء للنادي الاهلي في هذه المباراه وتعامل كولر الغريب مع المباراه. لكن في النهايه دي كره قدم. في النهايه لازم نشكر مارسيل كولر على الدعم والبطولات اللي خدها مع النادي الاهلي منذ قدومه في عام 2022. لو جينا كده نسترجع بطولات كولر مع النادي الاهلي، فاز الراجل ب 11 البطوله دي انجازاته طبعا. 2 دوري مصري، 2 دوري ابطال افريقيا، 2 كاس مصر، 2 كاس سوبر مصري، وطبعا كاس القارات اللي هي الثلاثه، وبرونزيه كاس العالم للانديه. طبعا دي انجازات مارسيل كولر، وعلى اساسها بعد ما الراجل طلع من بطوله افريقيا النادي الاهلي خد قرار بعد اجتماعه برحيله، وتم تعيين الكابتن عماد النحاس في الجهاز الفني للنادي الاهلي. كابتن عماد النحاس مدرب عام وقائم باعمال المدير الفني، مع واستمرار محمد شوقي مدرب، ومحمد يوسف مدير رياضي، واستمرار ميشيل ينكون مدرب لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة. أنا وجهة نظري أو رأيي في حتة الجهاز الفني ده طبعا الأنسب طبعا. يعني ناس سمعنا كتير إن علي ماهر، لا حسام البدري، لا أنا شايف عماد النحاس ياخد فرصته. عماد النحاس بصراحة راجل يعني خدوم من النادي الأهلي، بيحب النادي الأهلي، وشفنا له طبعا تصريحات قبل كده. طبعا مع استمرار محمد شوقي، انا بشوف ان هي خطوه مميزه. وطبعا النادي الاهلي شكر سامي قمصان على ما قدمه، وشكر طبعا الكابتن محمد رمضان اللي كان قائم باعمال المدير الرياضي، فشكرهم النادي الاهلي النهارده صباحا. وتم الاستقرار على الجهاز الفني المؤقت بقياده الكابتن عماد النحاس، فتره صعبه طبعا على النادي الاهلي لحين استخدام حكام عفوا لحين استخدام مدرب اجنبي جديد خلال الفتره المقبله. هل بقى هيجي بقى في الست ماتشات، يعني في خلال بعد ماتش بتروجيت، هل هيجي يبقى قاعد في مدرجات؟ هل هيجي بعد نهايه الموسم؟ لحد دلوقتي هنشوف ونتابع. بس هو ان شاء الله في مفاوضات مع النادي مع الاهلي